ترند احمد رفعت مش هيخلص وهيظهر فيه كل يوم مستجدات جديدة وقوية هتكشف لنا مين المسؤول اللي حصل عن اللاعب بسبب وصوله للحالة اللي بسببها مشي من الدنيا خالص. نادي الوحدة الاماراتي طلع واتكلم ممثلا في عضو من اعضاء مجلس الادارة. طب ايه القصة وليه كده في تحول كبير فيها؟ تعال بقى نعرف كل حاجة من البداية للنهاية على المصرية. عامر الصعيري عضو مجلس ادارة نادي الوحدة الاماراتي كشف تفاصيل مثيرة بتتعلق بعقد نادي الوحدة مع اللاعب الراحل احمد رفعت وما تضمن من كواليس دارت مع ادارة نادي فيوتشر حوالين عقد اللاعب ومدى سلامة اوراقه. الصعيري قال في تصريحات تلفزيونية في البداية خالص العزاء لأسرة الفقيد احمد رفعت لاعب الفريق السابق اللي بنحبه وبنحترمه واللي على الرغم من ان فترته كانت قصيرة جدا معانا الا انه ترك بصمة كبيرة جدا في قلوبنا باخلاقه. الصعيري بقى اتكلم عن اسباب رحيل احمد رفعت عن نادي الوحدة بعد انتشار شائعات بتقول ان هو مشي بسبب تعاطيه المنشطات. القصة دي بقى اتكلم عليها واكد وقال دي شهادتي قدام ربنا، احمد رحل عن الفريق بسبب حالته الفنية بناء على طلب المدير الفني مانويل خيمينيز. رفعت كان على خلق كبير لكنه كان عصبي، وعندي اسئلة لو كان في مشكلة اخلاقية ليه دفعنا ليه مستحقاته كاملة في مايو 2023 وليه ما رحناش للمحكمة الرياضية وفسخنا العقد دون الحاجة ان احنا نديله الراتب بتاعه كامل اللي ما كانش قليل على فكرة. واكد ان رحيل رفعت مرة تانية كان قرار فني بحت. وقبل التوقيع مع رفعت تم التواصل مع احمد دياب بشكل شخصي من قبل الصعيري عشان يتأكد على ان التصريح هيصدر قريبا، والتصريح ده هو التصريح الوزاري. واستمر التواصل عشان يتم التأكد من قانونية وجود رفعت مع الفريق. واكد انه المسؤولين نادي الوحدة الاماراتي سألوا نفسهم ازاي هنرسل المقابل المادي للصفقة واللاعب ما حصلش على التصريح. دياب اكد وقتها ان اوراقه سليمة وانها جاهزة، وحاول رفعت بعدها التواصل مع دياب كتير لكنه ما ردش عليه. ودي كانت شهادة الصعيري عضو مجلس ادارة نادي الوحدة الاماراتي اللي كان بيلعب فيه احمد رفعت قبل محطته الاخيرة في فيوتشر واللي بعدها ودعنا وودع الملاعب. قصص كتيرة وحكايات وروايات هتتكشف خلال الفترة اللي جاية، وما علينا غير اننا نقول ربنا يرحمك، ربنا يرحمك يا رفعت ويلهمنا ويلهم اهلك وكل محبيك الصبر والسلوان.